عرض مبادرة الحكم الذاتي. مبادرة الحكم الذاتي هي مبادرة ممتازة. أنا نقول لك شخصيا، رأيي الشخصي في 2010 لما زرت المغرب أنا تبنيت هذه المبادرة. لماذا؟ هذه المبادرة هي تجسيد عملية الحل الوسط، تحتفظ الدولة بالسيادة وتحتفظ للسكان، تجمع بين السيادة وبين تغيير المصير، تحفظ السيادة للدولة وتحفظ السكان تغيير المصير في إطار تدبيرهم شؤونهم المحلية بأنفسهم. إذا غير هذا ما هو الحل الممكن؟ الحل الممكن مثلا، الحل الآخر مثلا أن نقسموها. خلاص نقول هاي الصحراء نقسموها. إذا قسمناها هي نفس الأسباب اللي تأسس عليها النزاع من اليوم الأول تبقى قائمة حتى لو قسمنا الصحراء. إذا لا يمكن المغرب، لا يخدم المغرب استراتيجيا أي حل يفصل المغرب مع عمق الإفريقي. هذا لا يخدم استراتيجيا مهما كانت التنازلات اللي هو راغب في قدمها، ولكن استراتيجيا هو لا يمكن. هاي الإمكانية غير موجودة عنده. وبالتالي هاي المبادرة كانت تجسد هذا الخيارين: خيار الوحدة الترابية وخيار تغيير مصير السكان، موجودين الاثنين في إطار الحكم الذاتي.